بيبدأ فيلمنا في العصر الحاضر في مؤتمر صحفي حيعرضوا فيه هانبوك يرجع لسلالة جوسون القديمة، والخياط اللي صنع الهانبوك ده اسمه تشو دول سوك، وبيتكلموا عنه انه هو كان سبب تطور الموضة في هداك الزمن. بعدها بنرجع للماضي لزمن سلالة جوسون عشان نفهم قصة الخياط ده. في يوم بعد ما مر فترة على حداد موت الملك واعتلاء اخوه العرش، في اخر يوم من الحداد بيتم تعيين تشو دول سوك كخياط خاص بالملك الجديد. ودول سوك ده خدم العائلة الحاكمة ل3 أجيال. بيخيط دول سوك روب جديد للملك وبيلبسوا إياه. فبيقترح الوزير الأول على الملك يخلع الملكة الحالية من العرش ويتزوج واحدة جديدة لأنه ما خلف منها ولا طفل، وده بس عشان يقترح عليه يتزوج بنته. بس الملك بيفهم ألاعيبه وبيأمر دول سوك يخيط هانبوك جديد للملكة كمان بمناسبة نهاية فترة الحداد. وبالليل بيلتقي دول سوك مع 2 من صحابه بانسو وجيجو في خمارة، والاثنين بيشتغلوا في القصر وبيضيفوهم بنات اللي بيشتغلوا في الخمارة دي، وبيتركهم دول سوك بحجة انه عنده شغل كثير بكرة. وهم قاعدين مع البنات بيلاحظوا انه ملابسهم مش تقليدية وقصيرة جدا، وفجأة بيدخل راجل للخمارة وملاحقينه كم واحد بالعصي لانه عمل معاهم مشكلة، وبيدخل عند صاحبة الخمارة عشان يخيط لها حاجة، وبنفهم انه هو كمان خياط واسمه كونغ جين، وبيكون صديقها وبيشتغل معاها. فبيتكلموا عن الملكة وإنه بيقولوا إنها جميلة جدا لكن الملك هاملها، فبيرد عليها إنها أكيد حتكون كبيرة في السن أو فيها مشكلة. في اليوم الثاني بيخلص دول سوك خياطة الهانبوك الخاص بالملكة وبتلبسه، وفي الأثناء دي بيرجع بانسو للخمارة وبيطلب من جونغ جين يخيط له روب جديد على مقاسه، وده اللي بيعمله جونغ جين. بيخلص خياطة الروب بسرعة وبيغير شكله تماما وبيطبع علامته على الروب. فبيرجع بانسو للقصر وبيشوفوه اللي شغالين هناك، فبيسألوه مين اللي خيط عنده الروب الجميل ده، فبيدلهم على جونغ جين، وكلهم بيروحوا عنده وبيظبطوا الأرواب بتاعتهم. وبالليل بيحرقوا عاملات تابعين للملكة لبس خاص بالملك، فبيعتذروا ليها وبيطلبوا منها تعاقبهم. فبتروح لدول سوك وبتطلب منه يصلح لها الروب ده لأنه هو اللي حيلبسه الملك بكرة في احتفال نهاية الحداد، لكن بيرفض دول سوك طلبها لأنه مش حيكفيه الوقت. فبيقترح بانسو على الملكة إنه بيعرف خياط ماهر جدا وممكن يحل المشكلة، وبيروح يجيبه. بتقابله الملكة وبتسأله إذا بجد يقدر يساعدها في المشكلة دي ويخيط روب جديد، فبيأكد لها إنه يقدر يخلصه قبل ميعاد الحفل بكرة. وأول ما بتخرج الملكة بيستهزئ دول سوك بيه وإنه مستحيل يقدر يخيطه في ليلة واحدة، وإنه حتى مش متعلم ولا عارف اسم الروب ده إيش. بيسمع ليه جونغ جين كل أجزاء الروب والألوان والزينة اللي بيستخدمهم فيه، والملكة بتسمعه من برا. فبينقهر دول سوك وبيخرج من قاعة الخياطة وبيبدأ جونغ جين يخيط. وفي الصباح بينصدم دول سوك لما بيشوف إنه قدر يكمل الروب، وكمان عجبه الملك جدا وحس إنه مريح ومناسبه أكثر من ملابسه العادية. فبتعرفوا الملك على جونغ جين وإنه هو اللي خيط له الروب ده، فبيوظفه على طول وبيطلب منه يخيط له بدلة جديدة للصيد. بعد ده بيحقد دول سوك على جونغ جين وبيشوفه منافس ليه. بتعزم الملكة دول سوك وجونغ جين على الشاي وبتقول لهم إنها عايزاهم يشتغلوا مع بعض. بيشوف جونغ جين كتب عن الحرب على الرف بتاعها، فبيسألها أسئلة كثير بطريقة عفوية لحد ما بينبه دول سوك ينتبه على طريقة كلامه. بس الملكة بتعجب بعفوية جونغ جين. بينزعج دول سوك، ولما بيرجع لبيته بيفتكر ماضيه لما كان يتيم وتنبيعه كخادم للقصر، وبيختاروا خياط الملك في ذاك الوقت عشان يدخل لمعمل الخياطة ويتعلم، واختاروا من شكل ايديه. في اليوم الثاني بيروح بانسو لجونغ جين وبيقول له يبدأ شغل على بدلة الصيد، بس بيكون رافض لانه الملك المرة اللي فاتت ما دفع له فلوس. فبيديه هدية غالية من طرف الملكة واللي بتكون دبوس شعر ذهبي. فبيفرح بالهدية وبيرجع مع بانسو للقصر عشان يبدأ يشتغل مرة ثانية. بينزعج دول سوك لما بيشوفه وبيطلب بانسو منه يديه التصميم الورقي لبدلة الصيد عشان يقدر يخيطها. فبيديه دول سوك التصميم، لكن جونغ جين عايز يغير من شكل البدلة ويخليها مريحة في اللبس أكثر، وجايب معاه تصميم خاص بتاعه. وأول مرة يشوف دول سوك حد يخيط بدون تصميم ورقي برسمة عادية على ورق. في اليوم الثاني بيروح الملك في حملة صيد وبيطيح من على حصانه وبتتجرح ايده، فبتقدم له بنت منديل ولكن ما بيقبلوا منها. فبيسأل خادمه عن هوية البنت دي، فبيقول له إنها بنت رئيس الدفاع. فبيرجع لها وبياخد
المنديل منها وبيطلب يدخلوها للقصر. وفي القصر بتسمع الملكة عاملات وهم بيتكلموا عليها وبيضحكوا وبيقولوا إن الملكة فقط لقب ومش ملكة حقيقية لأنه زوجها هاملها، فبتزعل جدا وبتكمل طريقها. بالليل بتعشى دولسوك في الخمارة وفجأة بيسمع هو واللي معاه صوت ضرب برا، فبيخرج وبيلاقي واحد يتعدى على بنت وبيدعي إنه راجل غني ولابس روب مصنوع من أغلى أنواع الحرير، فبينادي جونغجين دولسوك وبيعرفهم إنه هو خياط الملك. فبيسخر دولسوك على هداك الراجل وبيقول له إنه الروب بتاعه مش حرير طبيعي ولا حاجة، وبيخلي كل الموجودين يضحكوا عليه. بعد ده بيتمشى مع جونغجين تحت ضوء القمر وبيقول له جونغجين إنه سمع قريب حيصير من النبلاء، بس دولسوك مش عايز يكلمه ولا يضحك معاه. بيقول له يغمض عينيه ويتخيل نفسه لابس روب جديد مصنوع من الحرير، وبيوعده إنه لما يصير رجل نبيل هيخيط له أحلى روب حرير يليق بيه. فبيضحك دولسوك من الفرحة وبيكمل مشي معاه. في الصباح بيروح دولسوك ياخد مقاسات بنت رئيس الدفاع عشان يخيط لها هانبوك بمناسبة إنه الملك عايز يشوفها، فبتطلب منه يخليه أحلى وأكبر من هانبوك الملكة. أما جونغجين بيقابل الملكة وبتطلب منه يساعدها تصنع هدية للملك عشان تتقرب منه، وبيساعدها تخيطها بنفسها. وبتحكي له إنه مامتها علمتها الخياطة وللأسف ماتت ولا قدرت تزور قبرها، فبيقترح عليها جونغجين إنه يوديها تزور قبر أمها بما إنه الملك راح لحملة الصيد. فبتلبس ملابس عادية وبتروح معاها خادمتها وبتمشوا في الغابة لحد ما وصلوا للقبر، وبتفضل تبكي أول ما بتشوفه وبيحزن عليها جونغجين جدا. بيرجع الملك من الحملة وبيلبس البدلة اللي خيطها جونغجين، فبيشوفوا دولسوك وهو لابسها، فبيقول له الملك يدي جونغجين بدلة ثانية ليه عشان يخيطها لأنه خياط موهوب. فبينقهر دولسوك جدا وخايف يتفوق عليه جونغجين في شغله، وبفكر قديش كان الملك فرحان ببدلته الجديدة ولا عمره أظهر الفرحة دي لما كان بيخيط هو ملابسه. أما جونغجين بتخطر له فكرة جديدة لما بيشوف بنات بينظفوا جرات الصويا الكبيرة، ومن الفكرة دي بيخيط هامبوك جميل جدا للملكة وبتلبسه وبتفرح جدا وبتطلب منه يخيط لها أشكال ثانية. فبتمر عند العاملات اللي سمعتهم بيتمسخروا عليها المرة اللي فاتت وبينبهروا بجمالها، لكن لما بيشوفها دولسوك ما بيقدر يتحكم في غضبه وبيجري عند جونغجين عشان يحاسبه لأنه خيط للملكة هانبوك بدون إذنه، لكن بيلاقيه مركز جدا وهو بيشتغل على هانبوك جديد للملكة وبيشوف دقة شغله، فبيطلب منه جونغجين يطرزه بنفسه، ودولسوك بيساعده وبينسى إنه كان زعلان منه وبيقضي النهار كله معاه في المشغل. في اليوم الثاني بتحضر سويي بنت رئيس الدفاع ومتبهرجة على الآخر، لكن بتلاقي الملكة محضرة لها مفاجأة وهي إنها حتقابل روب الملك وطاقيته بس، وده عشان تسخر منها. فبتتجنن سويي. بتكمل الملكة خياطة الهدية بتاعتها للملك وبتاخدها ليه في صندوق، لكن بتلاقي سويي سبقتها ودخلت عند الملك بالغصب وخلعت ملابسها قدامه، وكل الخدم بيضطروا يخرجوا من القاعة. فبتحزن الملكة جدا وبتيأس من محاولتها للفت انتباه الملك ليها. بيشوفها جونغجين حزينة وبيحاول يخفف عنها، لكن بتتذكر أول يوم ليها في القصر لما شافها وأعجب بيها، بس كل ده اتغير. فبديها جونغجين منديله عشان تمسح دموعها، فبتساءل عن السبب اللي خلى الملك يهمل الملكة، وبيحكي له بانسو إنه الملكة كانت في الأصل من البنات اللي تعرضوا على الملك السابق عشان يختار منهم واحدة يتزوجها، ولاحظ الملك إنه أخوه أعجب بواحدة منهم فبيتركها له عشان يتزوجها، لكن الأمير شاف إنه أخوه تركها ليه كبقايا بس، ومن ذاك اليوم وهو هاملها وبيحاول يستبدلها ببنات تانيين. بتصير سوي المحظية الجديدة للملك ومرافقاه في كل مكان، فبيروح جونغجين عند وول هيانغ صاحبة الخمارة وبيسألها كيف يقدر يصرف انتباه الملك عن المحظية الجديدة ويخليه ينساها، فبتقول له إنه لازم يكون عند الملك محظيات كثير وبكده مش هتقدر واحدة تسيطر عليه وتتحكم فيه، بعكس إذا كانت عنده واحدة هتصير مغرورة وتقدر تتحكم في قلبه. بيسمع جونغجين بنصيحتها وبيبدأ يصمم ملابس مثيرة ومغرية لوصفات القصر عشان يلفتوا انتباه الملك، وده بيغيظ سويي جدا وكل الملابس عليها علامته الخاصة. بيتملي القصر بالمحظيات وبتنجح خطة جونغجين. بتعرف سويي إنه واحدة من المحظيات بتلتقي بالملك في السر، فبتروح عندها وبتعتدي عليها بالضرب، لكن بتأدبها الملكة وبتخلي خادمتها تضربها. بينتشر شكل هانبوك الجديد وكل بنات
البلد بيلبسوه، هو نفس تصاميم جونج جين، وبيبيعوه التجار باسم هانبوك الملكة. ودول سوك بيشوف كل ده وبيغير جدا، فبيقول له الخادم بتاعه انه لازم يحط حد لجونج جين. بيجري دول سوك للقصر، وفي الوقت ده بيجتمعوا كل الوزراء وبيطلبوا منه يحطوا حد للموضة الهانبوك الجديدة، لانها حتخرب المجتمع المحافظ بتاعنا، وحتى بنات النبلاء صاروا يلبسوها. وكمان بيحطوا اللوم على الملكة وانها هي سبب انتشار اللبس ده. فبيصرخ عليهم الملك وبيقول لهم انه اجتماعهم ده هدفه بس خلع الملكة من العرش. بعدها بيقابل دول سوك وبيطلب منه يحط حد لجونج جين، فبيأمر دول سوك يجمع كل الملابس اللي خيطها جونج جين وبيحرقها قدامه. بيحزن جونج جين وبيقرر يترك الشغل بالقصر. في اليوم الثاني بيقول رئيس الوزراء للملك انه لازم يقيموا حفل كبير ويدعو فيه امبراطور الصين عشان يتلقى مباركته، وبكده حيتم الاعتراف به كملك حقيقي. والطريقة الوحيدة عشان يتم الاعتراف به هي انه يصير عنده وريث. وبيقول له يدعو محضية سويي بدل الملكة وتجلس معاه على العرش. فبينزعج منه الملك وبيحاول يرميه بسهم الصيد، لكن بيطلقه في الهواء. بيدخل لمشغل الخياطة وهو بيفور من الغضب، وبيقول انه حتى هو ملك مش قادر يتصرف زي ما هو عايز، وكل حاجة في القصر هي مش ليه حتى الملكة. وبيكون دول سوك معاه، فبيقول له انه هو الوحيد اللي مخلص ليه. ابو سويي انها حتجلس جنب الملك على العرش وبتفرح جدا وشايفة انها خلاص انتصرت على الملكة، فبتطلب من دول سوك يخيط لها هانبوك ملكي ما له مثيل. بيوصل خبر لجونج جين من بانسو انه حيقام حفل كبير، والمحظية سويي هي اللي حتجلس على العرش، والملكة غير مدعوة وكمان صارت منبوذة كليا في القصر. فبيروح جونج جين عندها وبيطلب منها تديه الإذن يخيط لها هانبوك للمناسبة، بس هي بترفض. بيقول لها انه حيخلي كل اللي في القصر ينحنوا قدامها احتراما، وحتى الملك مش حيقدر يشيل عينه عليها. فبتغير رأيها وبتأمر يجيبوا لها الخادمة اللي بتاخد المقاسات، بس بيطلب منها جونج جين ياخد مقاساتها بنفسه، وعلى طول بيبدأ يشتغل على الهانبوك. بيوصل خبر لدول سوك انه جونج جين بيخيط هانبوك للملكة، فبيروح عنده وبيحذره انه بيعرض حياته للخطر، بس جونج جين ما بيسمع لتحذيراته وبيهرب لمكان بعيد عشان يقدر يكمل الهانبوك. بيكون دول سوك بيشتغل على هانبوك المحظية وعايز يخليه احلى، لكن ما عنده افكار زي جونج جين. فبيرجع لبيت جونج جين وبيلاقيه ترك البيت على الحيط معلق تصاميمه، فبيفتكر ان الرسومات دي هي الشكل النهائي للهانبوك اللي بخيطه للملكة. بيسرقهم وبيخيط الهانبوك بتاع سويي، وفرحان انه قدر يتفوق على نفسه، وجونج جين مش حيقدر يتخطاه المرة دي. بيجي وقت الحفل وبيتم تقديم سويي للحضور وهي لابسة الفستان، لكن فجأة بيعلن جونج جين من برا حضور الملكة. في الأول الكل بينصدم من حضورها، لكن لما بيشوفوها الكل بينبهر بجمالها وبينحنوا قدامها احتراما، وحتى الملك مش مصدق اللي بيشوفه، ومبعوثين الامبراطور بيحيوها. فبينزل الملك من العرش وبيمسك ايدها وبيجلسها جنبه بدل سويي. اما دول سوك بينصدم صدمة كبيرة وبيبان خبثه وحقده على جونج جين. بعد الحفل بترمي سويي الفستان في وجهه وبتقول له انه ما يستاهل يتسمى بخياط الملك. بيكون جونج جين راح يقابل الملكة وبيودعها وبيقول لها انه حيغادر القصر لانه عنده حلم جديد، وبيعترف باعجابه ليها وبيهديها الدبوس الذهبي وبيتمنى لها السعادة. وفجأة بيحضر الملك، ولما بيشوف جونج جين والدبوس على الطاولة بيحس بالغيرة وبيخرج من عندها. فبيجين دول سوك وبيرجع لمشغله وبيلبس الهانبوك والباروكة، فبيشوفوا جون جين وبيبدأ يضحك ويقلد إعلانه لدخول الملكة للحفل وبيحييه. بس جونج جين مش فاهم هو ليه بيعمل كده وبيخرج من المشغل. أما الملك بيروح عند سويي وبيقضي الليلة عندها، فبتقول له إنها سمعت إن الخياط جونج جين أخذ مقاسات الملكة بنفسه، كانوا مع بعض لوحدهم. بيروح اليوم الثاني وبيستدعي دون سوك وبيقطع بدلة الصيد اللي خيطها جونج جين قدامه، وبيأمره يخيط بدلة
مطابقة للشكل اللي بيصنعه جونغ جين عشان يتبلى عليه، انه كان عايز يقتله بالتعاون مع رئيس الوزراء وبكده يقدر يتخلص منهم الاثنين. بيطبق دول سوك اوامر الملك وبيصنع بدلة مطابقة للشكل اللي بيخيطه جونغ جين، وبيقبضوا الجنود على رئيس الوزراء وجونغ جين، وبياخدوا جونغ جين لقاعة فيها الملك والملكة وكمان دول سوك. بيتهم الملك جونغ جين انه صنع له البدلة دي وحط فيها دبوس مسموم عشان يقتله، فبيرد جونغ جين انه ادعاء كاذب وبيقول انه كل الملابس اللي بيصنعها عليها علامة، فبيطلب الملك من دول سوك يدور عليها، فبيلاقيها دول سوك في الفساتين اللي فعلا صنعها جونغ جين، لكن بيكذب وبيقول انه ما لقى شيء. فبتدافع الملكة عن جونغ جين وبتدور على العلامة بنفسها وبتلاقيها، لكن بيتهمها الملك انها يمكن كانت بتخطط مع جونغ جين لقتله. بيضحي جونغ جين بنفسه وبيعترف انه هو اللي حط الدبوس المسموم وهو اللي خطط لكل ده لوحده، والملكة ما لها اي علاقة. فبيأمر الملك بإعدام جونغ جين. بتنفجر الملكة وبتقول للملك انه معقد وجبان وعقدك دمرتني وكنت بحاول اسعدك لكن بدون فايدة، وبتخرج من القاعة. بياخدوا جونغ جين للزنزانة وبيروح عنده دول سوك وبيقول له لو ما صنعت هداك الهامبوك للملكة كان ما حصل لك كل ده، وغرورك هو اللي وصلك هنا. فبيفهم جونغ جين انه كان بيغار منه ومن موهبته وهو اللي صنع البدلة المزيفة. فبيقول له دول سوك انه هو خياط الملك وححرص اني امسح اسمك تماما، وبيخرج من الزنزانة. في اليوم الثاني بيتنفذ حكم الاعدام على جونغ جين. بتمر فترة وبيصير دول سوك من النبلاء، والملكة بتصير دايما لابسة اسود وحزنانة على موت جونغ جين. اما دول سوك بيروح لبيت جونغ جين وبيحرق كل الملابس اللي صنعها لحد ما بيفتكر جونغ جين لما قال له انه حيصنع له بدلة لما يصير رجل نبيل، وبيندم على اللي عمله فيه. وبنرجع للحاضر بنشوف الهامبوك اللي صنعه جونغ جين للملكة في حفل حضور المبعوث الصيني، محطوط في متحف ومكتوب عليه انه تشو دول سوك هو الخياط اللي صنعه. ودي هي نهاية الفيلم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. باي باي.